تقريبا شي كيلو ونص باذنجان طهونة بهالمرحلة. رح نستخدمه هلأ كطبق ضمن الطنجرة ليعطي شكل حلو جميل. مثل ما شايفين حطينا سمنة، قطعنا الباذنجان هون وحطيناه عن القلي، وهون نقعنا الرز وغسلناه. بنحط بعض البهارات والملح، وهلأ منسلق صدورة الدجاج. وبعد ما سلقنا اللحم منقطع الدجاج بهالأشكال الصغيرة حسب الرغبة، وفيكم تحطوا طبقة الباذنجان، طبقة الأرز، طبقة الدجاج، ومنضيف الرز، وهون منغطي جميع الفراغات. وهلأ من المرق يلي سلقنا فيه الدجاج رح نسقي المقلوبة بالمرقة يلي سلقنا الدجاج فيها. وهيك تقريبا أصبحت ممتازة. بنشوف مستوى المي على الأصبع. بس تغلي وتصير بهالشكل وتوصل لهالمرحلة، هيك بكون تمام. منغطيها ومنتركها تقريبا لمدة ربع ساعة، لأنه بس بدنا الرز يستوي، لأنه كل شي مستوي طبعا على نار هادية. وبعد ما استوت قمنا قلبنا الطنجرة ومنتركها بس دقيقتين بهالشكل، وهيدا هي النتيجة. ما شاء الله جذابة للغاية، شي يسر وبيشهي القلب. وهاي المرحلة يلي منحبها جميعا، وهاي بالواقع الزشي. منقلي القلوبات شوية لوز وفستق لحتى يصيروا شقر. وهلا صوت الطشة بياخد العقل ما شاء الله. بعتقد ما في أطيب من هيك، وهي أطيب مقلوبة بالكون، وأكيد صحة وعافية. اكتبوا لي بالتعليقات شو بدكن طبخات.